بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك، كواليس نادي الزمالك. يمكن لفت نظري الخبر بتاع ايمن الشريعي رئيس نادي ام بي اللي بيتكلم فيه على محمد حمدي. الراجل بيقول كلام غريب جدا يعني انا مش عارف اللي عمل عقد الاعاره ده يعني كان واخد ايه ساعتها، ولا كان نايم ولا كان بيحلم. الاعاره تبقى 8 مليون جنيه في حاله عدم مشاركته 30% في المباراه المحليه و20% في المباريات الافريقيه. ده ايه ده؟ ده ايه البنود دي؟ ايه البنود الغريبة دي؟ وازاي تم الموافقة عليها؟ يعني مين اللي موافق عليها؟ مين اللي تعاقد معاه؟ مين اللي خلص معاه؟ مين اللي وافق على دي؟ مين اللي مضى على البنود دي؟ من 3 مليون جنيه. يعني 3 مليون جنيه لو شارك، 8 مليون جنيه لو ما شاركش. ايه ده؟ ده ايه التهريج ده؟ يعني اللي حصل قلنا خلاص، اللي حصل في العقد بتاع الإعارة بتاع زياد كمال بتاع سنتين بتاع 35 مليون جنيه ومش عارف 100 ألف دولار في حالة إيه، ومش عارف في الدوري في إيه ده؟ هو الراجل ده بيضحك على الزمالك وبيخدع الزمالك ولا هم راضيين بكده يعني؟ انت بتتكلم على ازمه ماليه، بتتكلم انت عن ما عندكش فلوس تدي مساحات اللعيبه وبتعمل عقود. ده مين العبقري ده اللي عمل العقد ده؟ ده كارثه. ده اللي بيحصل ده كارثه يعني. امال لو اشتراها هيعمل ايه؟ يعني لو الزمالك اشتراه هيدفع كام؟ ده انا مش فاهم. انت بتجيب اي لعيبه وخلاص؟ طب ما انت جبت زياد كمال اهو وعمال تدفع ملايين وما بيشاركش وما بيفيدش الفرقه في حاجه. ده الراجل بيقول مفاجاه مفاجاه يعني. ده لو ما لعبش ياخد 8 مليون جنيه، ولو لعب ياخد 3 مليون جنيه. يعني مش العكس؟ ده ايه الكوارث دي؟ ايه الكوارث دي نفسي اللي عمل العقد ده يطلع يقول انا مين بالظبط، يعني مين فيهم، يعني مين في المجلس اللي عمل العقد ده يتحاسب عليه. يعني على رأي المستشار محمد عطية، لو انبي فاز على الاهلي يبقى زياد كمال برضك. الزمالك يدفع كام يعني؟ يعني حاجة غريبة بجد، والله والله حاجة غريبة. يعني التعامل مع انبي دوا، ومين اللي بيخلص العقود دي ومين بيعمل البنود دي؟ ده بنود اول مرة تحصل في العالم كله. يعني مش مع نادي الزمالك بس، ده في العالم كله. ده كارثة، يعني كارثة عقد اللاعب ده يعني. غريبة قوي يعني، غريبة. ربنا طبعا يشفيه ويعافيه، يعني لعيب كويس ولعيب هايل. معرفش. طبعا في كارثة برضك في موضوع التذاكر ده. يعني المصري طبعا 10000 تذكرة، عمل 7000 للمصري و3000 لجمهور الزمالك. يعني مع احترامنا للمصري يعني جمهور الزمالك برضه جمهور يعني. المفروض ان الماتش اصلا 30000. يعني المفروض الماتش متوفي له على 30000 مشجع. هو طبعا 10000 بس، 7000 لجمهور المصري و3000 لجمهور الزمالك. وطبعا جمهور الزمالك طبعا مستاء جدا. يعني الجمهور طبعا ماتش مهم وانت لو فزت في الماتش ده خلاص يعني تعتبر انت اتأهلت بصفة رسمية. انت هتلعب الماتشين الجايين انيمبا وبلاك بولز، هتلعبهم هنا في القاهرة. الماتش ده لو خلصت يبقى خلاص الليلة خلصت بالنسبة للزمالك. يعني نرجو من إدارة الزمالك مراجعة الموقف مع مسؤول المصري. يعني 10000 وأنت معمول لك 30000، المفروض 30000 يحضروا. المفروض مثلا تعمل 20000 المصري، وطبعا مش هيقدر 20000 خالص من المصري. والزمالك 10000 ودول هيبقوا مضمونين إن هم يحضروا. التالت موضوع حسام عبد المجيد. معرفش بقى موقف جروس إيه. هل مثلا وجود حمزة المسلوسي؟ هل ممكن عودة محمود علاء؟ الموافقة إن هو يروح مع أوسيريو في أحد أندية المكسيك؟ يعني ده متوقف على موقف جروس. هل يقدر يستغنى عن حسام عبد المجيد ويديله فرصة إن هو يحترف؟ مش عارف يعني لسه. الراجل طبعا ما اداش رأيه، مستني مباراة المصري الأول لما تعدي يعني، وبعد كده يشوف إيه بعد كده يعني. فموقف حسام عبد المجيد لسه ما تحددش لحد دلوقتي. محمود علاء هيرجع او ما هيرجعش، في انقسام في مجلس اداره ومستني راي جروس. يعني هو جروس طبعا عارفه كويس، وجروس طبعا مرحب ان محمود علاء يرجع وكده.
ولكن لسه بقى الرأي النهائي برضك هيتحدد بعد الجلسة اللي هتعقد بعد مباراة المصري ما بين جروس ومجلس إدارة. بالنسبة لطارق حامد برضك نفس الشيء يعني. آخر زيزو، يا رب يكون العام الجديد عام خير كده وزيزو يجدد ويبقى خبر سعيد لجماهير نادي الزمالك. توفيق دايما.